وريهم كده يا احمد انت بالراحه علشان ايدك ما تتحرقش. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، صلوا على الرسول وحيد ولا. عملنا الحواوشي بالشكل الجميل ده. بس ايه رايكم في الجمال ده؟ عندك دقيق وميه؟ طب يلا بينا نعمل شويه حواوشي حلوين كده. ازاي؟ اهي الطريقه اهي. يلا 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 بينا ندخل جوه الفيديو ونشوف طريقه عمل الحواوشي الجميل التحفه ده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل عام وانتم بخير. طبعا وحشتوني قوي قوي قوي، ووحشني الكلام معاكم. والله وحشتوني بجد، وعيلتي كلها وحشتني. كل حبايبي على اليوتيوب وحشوني، وشكرا لكل اللي بيسألوا عليا وبيبعتوا لي السلام. طبعا مع اخويا وحيد، وبشكر اخويا فهد كتير الشكر بجد بجد بجد، يعني من الناس اللي ربنا يعزه ويبارك فيه. وكل اللي بعتوا لي السلام كلهم الحمد لله واحد بيبلغني بيهم، وبشكركم جدا جدا. وانا كنت مشغوله والله، بس كان حفيدي يعني كان شفاكم الله وعافاكم، كان تعبان شويه، فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعواتكم ليه. وبشكركم جدا جدا لكل اللي اتصل بيا، وكل اللي كلمني، وكل اللي دعا لابني لحفيدي. بشكركم جدا. هنعمل مع بعض النهارده ايه يا بطوط؟ هنعمل مع بعض عجينه الحواوشي بالحواوشي، يعني هنبدا من الالف الى الياء. تمام، هنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا معايا هنا كوبايه ميه دافيه. ميه دافيه. طبعا انا مش هحط الكوبايه كلها، انا هحط حبه صغيرين لان انا هعجنها بلبن او حليب. تمام، زي ما انتم شايفين كده الحليب او اللبن. بس ايه انا يعني هعمل الخميره، لان انا بحب اعمل اختبار الخميره. تعملي الاختبار الخميره ليه؟ عشان ممكن تكون الخميره فاسده او موجوده عندي بقالها مده، او في المحل بقالها مده، فبحب اعمل الاختبار بدل ما العجينه كلها تبوظ على بعضها. تمام. بالنسبه للخميره انا حطيت الميه الدافيه ومعلقه سكر. محطش حاجه تانية خالص. دي كمان الكلام ده للجماعه اللي هم اولادي الصغيرين اللي اول مره يعملوا حاجه في المطبخ. هنصب باكل الخميره الفوريه بتاعنا. تمام بالشكل ده كده. وعلى حسب برضو الكميه اللي انت هتعجنيها، ممكن تعجني كيلو ونص او كده، ولو انت عايزاها سريعه قوي ممكن تحطي باكوين 2. تمام. تمام، هنسيبهم بقى كده على ما نجهز بقيه المكونات بتاعتنا. طبعا هنا معايا كيلو دقيق انا نخلاه. تمام. على فكره لو الدقيق بلدي برضو ينفع، يعني انا ما عنديش دقيق فينو وانا في الارياف عادي ينفع الدقيق البلدي، ما فيش مشكله، ده بالعكس ده يبقى جميل جدا، بيبقى حلو. طبعا زي ما انتم شايفين كده الخميره اتفعلت معايا اهي. هنحط الدقيق، هنضيف الدقيق، ما نحطش حاجه تانية خالص، مفيش اي اضافات تانية خالص، حليب او لبن. ولو مفيش لبن سائل ممكن نحط لبن بودره، اي نحط لبن بودره عادي مفيش مشكله. تمام، نعجن يلا مع بعض. طبعا العجين بتاعي هيبقى بالحليب الدافي. طبعا العجينه زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده، لسه طبعا ما اتعجنتش، انا يا دوبك عجنتها بشويه الميه اللي عملتهم بالخميره وكوبايه الحليب او اللبن. تمام. هنحط بقى، انا بوشت معلقه نص معلقه ملح في حبه ميه صغيرين عشان اكمل بقيه العجن بالشكل ده كده. حابه تعمل العجينه بتاعتك بزبادي ببيضه بحاجه مفيش مشكله، بس هي كده افضل يعني. تمام. هنكمل العجن ونرجع لبعضنا تاني. العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده، طبعا هي بتلزق اهي ولا يهمك، ما فيهاش اي مشكله خالص. احنا عايزينها كده سايبه كده حلوه. لسه هنحط لها كمان، ونحط عليها ايه ربع كوبايه زيت او معلقتين زيت. تمام. حطينا ربع كوبايه زيت انتوا شايفين كده. هنلمها بقى مع بعضها كده.
هنخلص العجن ونرجع لكم تاني. كده خلصنا العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهي، متلزقش في صوابعي ولا حاجه، ما شاء الله عليها جميله وحلوه اهي. هنسيبها تخمر، نغطيها تمام بفوطه، فوطه المطبخ، بورق استرتش اللي موجود عندك، بغطا حله، بصينيه حلوه، اي حاجه غطي بيها، متلتبسيش بحاجه تانية. نعمل بقى الحواوشي بتاعنا. نجهز الحواوشي على ما العجينه بتاعتنا تخمر. معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، طبعا كانت في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده. البصل مفروم ناعم، فلفل اخضر، وحاطه نص فلفلايه حمراء، لو ما فيش احمر عادي ما فيش مشكله، بس انا حطاها عشان حاميه تمام. طماطم مقطعه برضك مكعبات صغيره حلوه، انا بحب احط الطماطم عامه حلو كده تمام. ما تبشرهاش ولا حاجه، عايزه حابه تبشرها بشريها يعني، حاجه ترجع لراحتك تمام. معايا هنا التوابل، بابريكا، ملح، فلفل اسمر تمام. هحط طبعا بقى ايه، بهارات. حطي يا احمد كده بهار، لحظه بس يا احمد، بهارات كده بهارات الشاورما، الحواوشي سوري يا احمد، حاضر معلش حقك عليا. بهارات الحواوشي خد يا احمد، خد. حطي كمان شويه بس يا باشا، شكرا كده تمام. يلا نعجن مع بعض. خلاص كده نمسك بقى نعجن اللحمه بتاعتنا. طبعا الحاجه في البيت لها طعم تاني وريحه تانية ونكهه تانية غير الحاجه اللي بتبقى جايه من بره. والله بجد يا جماعه، والله لو حتى حاجه بسيطه بس يكفي ان انت عاملاها بايديكي ونضيفه وحلوه تمام. التاني انا مش ضامنه بقى بجد يعني، ما بضمنهاش وما بحبش اشتري الحاجه من بره بصراحه. انا طبعي كده وتربيت على كده، حتى اعملها في البيت انما ما اشتريهاش من بره حتى لو هعملها حاجه بسيطه. هما بيعتمدوا على ايه، على انهم بيحطوا توابل وبهارات كتير قوي، فبتغير الطعم والريحه بتاعه اللحمه الفاسده او لحمه هوهو ولحمه الكلاب او لحمه القطط. بصراحه كده يعني الكلاب جت على السيره. احمد بيقول لي يا ريتك ما جبت السيره. احمد بيقول لي يا ريتك ما جبت السيره. المهم صلوا على الرسول وحده لا اله الا الله. هنخلص طبعا نلم العجينه بتاعتنا مع بعض زي ما انتم شايفين كده اهي. بجد والله، والريحه، ريحه التوابل بجد كتير حلو. طبعا خلصناها وكورناها اهي ما شاء الله. النص كيلو عامل 6 كور، ممكن تصغري الكور وممكن تكبريها على حسب الرغيف اللي انت هتعمليه ده اولا، وعلى حسب كميه اللحمه اللي انت بتحبيه تحطها في الايه في الرغيف تمام. العجينه بتاعتنا زمانها خمرت، يلا نروح نشوفها، يلا بينا. طبعا العجينه بتاعتنا ما شاء الله خمرت ازاي اهي. هنبدا نشتغل زي ما انتم شايفين كده، المطه الجميله الحلوه اللي فيها دي بالشكل ده كده ماشي. هناخد بقى العجينه بتاعتنا كده، القرصه بتاعتنا حلوه جميله كده بالشكل ده كده تمام. عليها طبعا احنا بلينا ايدينا بالزيت الاول عشان ما تلزقش. ودي القرصه بتاعتنا، نمسكها كده بالشكل ده كده اهي. عفرايه بس جت على ايدينا، نعملها نبططها بقى كده ونفردها ونروح على ايه، على الصينيه بتاعتنا. الصينيه بتاعتنا كده نغطيها عشان اللحمه تستوي تمام. طبعا لما نلاقي المنظر ده كده الحواوشي كده نشوف من تحت اخبارها ايه. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا اللحمه استوت طبعا ما تقلقيش اهي، وهنقلبها تاني يعني عادي ما فيش مشكله. شايفين اللون عامل ازاي ما شاء الله.
نعملها عشان تاكل. اوبا، تضرب نار، صواريخ صواريخ صواريخ. بس ايه رايكم بقى في الحواوشي بتاعنا بجد؟ المنظر والرغيف ما شاء الله مليان من جوه. ماشي، اوريهم كده يا احمد انت بالراحه علشان ايدك ما تتحرقش. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، صلوا على الرسول، وحيد لا اله الا الله. بس بجد ايه رايكم؟ اه، الريحه مش هقول لكم الريحه عامله ازاي، ولا تقولوا لي اشتري من بره ولا حاجه. رغيف زي ده والله اكتر من 20 جنيه ولا 30 جنيه. تمام، ما شاء الله حلو ومليان لحمه وحاجه نظيفه، وانا عاملاها في بيتي وانا متاكده منها. قصتهم وحطيت في قلبهم اللحمه زي ما انتم شايفين كده. كده كده هنقلبها مع بعض برضو ونشوفها. دي تاني واحده طبعا. الله، شايفين المنظر وجماله؟ تحفه بجد بجد تحفه. يلا نغطيها عشان ايه برضو اللحمه تستوي. شايفين المنظر والجمال ده بقى؟ ما اقولكوش. شايفين القرمشه والحلاوه دي؟ مش ممكن. لو حابه انها تبقى مرمشه ما تغطيهاش، تبقى تتهوى شويه. تمام بالشكل ده كده. انا بحبها مرمشه عشان كده سايباها شويه بقى. ايه رايكم؟ بجد تحفه. والريحه مش هقول لكم الريحه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، على ما خلصت كانت تاكله بجد، يعني مش عارفه اصور حاجه. دي اللي طلعت بره اهي، حطها في كيس عشان تفضل سخنه بالشكل ده كده. والله زي ما انتم شايفين كده، يعني مش مخبيه حاجه ومش مفبركه حاجه. ماشي، اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عملت الحواوشي كوبايتين دقيق